سلام الله عليكم، كيف حالكم يا أساطير؟ أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. عدنا لكم بحلقة جديدة أتمنى أن تنال إعجابكم. وهيا لنبدأ الحكاية. تنتقل الأحداث إلى ماضي روك، حيث بدأ يحكي قصته الحقيقية، كاشفا أن اسمه الأصلي هو رودو، وأنه ولد في لندن. كان منزله مختلفا عن بقية المنازل لأن والده كان محققا، بينما والدته كانت لصة محترفة. ومن والديه تعلم مهارات كثيرة، من أبيه أساليب التحليل والتحقيق، ومن أمه طرق تعطيل الفخاخ وفنون الاغتيال. ورغم أن والده أصر على أن يختار طريقه بنفسه، إلا أن حادث موت والده في طائرة جعلته وحيدا أمام اتخاذ القرارات. وأثناء تفقده غرفة والده وجد خوذة اللعبة التي تركها له، فقرر الدخول إليها ليكشف سرها الذي طلب منه والده البحث عنه، ليتعلم أيضا كيف يتخذ قراراته بنفسه. نعود من جديد إلى القتال. يأمر روك رفيقته بالهجوم على هوغو، فيصدها الأخير ويرد ضربتها. عندها تتدخل ليزا ثم تساعد روك ليتجنب الهجمة، ويقول هوغو لكيوكي: قد يكون روك تتبع تحركاتنا. ثم يضيف لروك مهددا: ستتجمد قبل أن تتمكن من قتلي. بينما يستمر القتال، بدأ روك يفكر بعمق ويفحص طريقة قتال هوغو وتقنياتها. وأخيرا حين أدرك نقطة ضعفه، تلقى ضربة قوية صدمته بالجدار، لكنه نهض متحديا وقال: هنا والآن ستخسر يا هوغو. استهزأ به الأخير، لكنه فجأة اندفع روك مناديا رفيقته بابي، فتحول إلى تنين شيطاني. تفاجأ هوغو وقال: إن جنينك قوي للغاية بسبب اندماجكم، وتبادل الهجمات بضراوة حتى أصبح الأمر صراع قوة مطلقة. لتبدأ الهجمة الأخيرة بكل قوتهم. انفجر المكان انفجارا مدويا، وظهر الرمح أمام وجه هوغو. فيما يلي توقف اندماج روك ورفيقته ليقول: لم أكن أملك القوة، لكن الآن انتهى الأمر. في تلك اللحظة خرج الطفيلي ليز وذهب نحو هوغو وفتح الآلي. بعدها استعمل روك ورفيقته مهارات التنويم المغناطيسي ضده لينهزم هوغو، بينما يقول له روك: لقد انتهى كل شيء. تنتقل الأحداث إلى الوحش الضخم. نرى فرانكلين يخاطب سكان المدينة قائلا: لقد حان وقت لعبتي الصغيرة. هذا المفتاح سيعمل بعد 5 دقائق، وحينها ستتحرر الوحوش القوية في كل أرجاء المدينة. ثم رماه داخل جسد الوحش وأضاف: إذا تدمرت المدينة فسبب ذلك هؤلاء الثلاثة: رأس ستارلينج ليليا وقائد الحرس الملكي. تبدأ المعركة. يطلق الوحوش كرات متوهجة في جميع الاتجاهات. يمتدي راي حصانه سيلفر ويهاجم بكل قوته، لكن ضرره لم يحتسب. ضحك فرانكلين وقال: الإكسير الذي شربته يحتوي على سلايم، يدخل إلى جسدك ويمكث فيه يوما كاملا ليخبرني بكل مهاراتك، خصوصا قتال جوز ميز الأخير. لهذا صممت هذا الوحش ليكون مضادا تماما لك. اسمه قاتل راي ستارلينج. سأله الراي عن سبب تماديه في محاولة قتله، فأجابه فرانكلين: أنا لا أتحمل الخسارة. لقد هزمتني وأفسدت خططي في قتال ليليان، لهذا سأقضي عليك. انطلق البطل مهاجما الوحش، لكن حين أمعن النظر داخله اكتشف أنه من سلالة الشياطين. قل انتباهه أدت إلى سقوطه على الأرض مصابا. أسرعت ليليان نحوه وشفته. أخبرهم هوغو أن هذا الذي ترونه مجرد غطاء، أما الوحش الحقيقي فهو في الداخل. أثنى فرانكن على ملاحظته، لكن راي رد قائلا: حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة 1% لقتله فسأحاول عندها. وقف الفرسان إلى جانبه قائلين: سندعمك ونحمي ظهرك. استخدم البطل تاليا مهارات غوزميل، واستمد الضغينة من جميع سكان المدينة، ثم أطلق كرة ضخمة أصابت الوحش فانفجر جزءه العلوي وظهر الوحش المتحكم. عندها اندفع راي مع حصانه ليستطيع في آخر لحظة الوصول إلى الثغرة، وأدخل قفاز النيران. بعدها نرى فرانكلين يشعر بالتوتر ليستعمل البطل كامل قوة القادر ليطلقها في الداخل. بعد لحظات نرى الوحش مفحما بالكامل. سارعت ليليا لمعالجة البطل مجددا، بينما أمر القائد جميع الناجين بمساعدتهم لإنقاذ الأميرة. لكن فرانكلين لم يتوقف. صفق ساخرا وقال: لقد انهزم الوحش وتدمر الجهاز، لكن لديه مفاجأة أخرى. وأخرج نسخة احتياطية أخرى من الجهاز. ضغط على الزر مرة أخرى فلم يحدث شيء. أمرت ليليا الجميع بالتقدم، لكن فرانكلين استدعى 3 وحوش أسطورية. وبينما كان يستغرب من عدم اشتغال الجهاز، يحاول إطلاق باقي الوحوش مرة أخرى. فجأة
تذكر أنه ربما قاتله المتفوقون ماري قد دمرت أحجار الاستدعاء جميعها. زار هوغو وقال انتهى الأمر إذن، لكن روك رد مستحيل أن تكون هذه النهاية، فمثله يملك دائما خططا بديلة. أنكر هوغو ذلك وقال حتى هو يرى عالم اللعبة كواقع ولن يقدم على أي خطوة أخرى. رد عليه روك مستحيل، أنت فقط تخدع نفسك. في تلك الأثناء بدأ فرانكلين بالضحك ليعلن عن خطته الأخيرة، الخطة جيم. الآن حان وقت إبادة جيد على يد 56 و830 وحشا معدلة. ثم استدعى جنينه ليظهر مبنى ضخم وهو حصن النباتات المتنقل. فتح تنينه العملاق فمه لتخرج جحافل وحوش مرعبة. قال فرانكلين حتى بعد موتي سيواصلون إبادتكم، ولا تخافوا فلن يقتربوا مني ولا من أتباعي. استيقظ البطل وقال سأماطلهم بقدر ما أستطيع. نادى على نيمسيس فأجابته هيا إذن لنماطلهم. ضحك فرانكلين قائلا بضعفك هذا ستسحقك وحوشي. رد راي حتى لو مت سأخذك معي. ثم أطلق الميزام الجهنمية متقدما خلال القتال. كاد أحد الوحوش أن يقتله، لكن طلقة غامضة دمرته. ظهر جسد أسود اللون فعرفه راي فورا وناداه ماري. ابتسمت قائلة أكان تنكري استيان لهذه الدرجة؟ الآن الوضع طارئ. فانطلقت هي والبطل معا لمواجهة الوحوش، ثم ظهر روك والآخرون لمساندتهم. سخر فرانكلين منهم حيث بدأ يقول أنتم فقط 22 شخصا في مواجهة 56 ألف وحش. لكن المشهد تغير تماما حين ظهر شخص غامض في الحلبة وقصر نطاق الوقت، ثم أمر فيجارو بمراقبة المدرجات. دفع أحد الوحوش الأسطورية بتعزيز من فرانكلين لمهاجمتهم. حاولوا صد ضرباته دون جدوى. توجهت نحوه ماري لكنها لم تستطع إيقافه. بعدها نرى الوحوش متوجهة نحو البطل، لكنه وقف وقال الآن إما أن نموت أو نفوز معا. هيا يا نيمسيس. فجأة تدمر الوحش بالكامل ليظهر شخص غريب كان هو الشو شقيق البطل. صح كيف تجرؤ على المساس بي أخي؟ رد راي بفرح أخيرا أتيت يا أخي. ثم واجه الشو فرانكلين قائلا لقد عاديتني أنا وأخي، والآن أنا ملك الدمار سأبعثك للجحيم. أطلق الشو ضربة هائلة دمرت الوحوش بسرعة. صدم فرانكلين من إحصائياته المرعبة وقال ربما هو الأقوى بين الأسياد على مستوى القوة فقط. في الجانب الآخر كان فيجارو يتحدث مع شونيو قائلا الآن حان دوري. ردت سأساعدك. قال اهتمي بأتباع فرانكلين، أما أنا فسأتكفل بالبقية في المدرجات. وبينما استمر فرانكلين بالتباهي بأن وحوشه 50,000 ولن يستطيع حتى ملك الدمار معالجتهم جميعا، ظهرت بعدها وابل من النيران والقنابل. صاح فرانكلين ما هذا؟ سفينة حربية؟ هل هذه النهاية؟ لنعرف أن جنين الشو هي السفينة الحربية. يقول بعدها فرانكلين كل خططي تحطم أمام أعيني. ثم أخرج جهازا آخر وضغط على زر ليستدعي وحشا تحت الأرض، لكن أحد الأشخاص في الحلبة رفع يده وأطلق التضييق الطيني ليمزقه تماما. عاد القتال إلى ملك الدمار الذي استعمل سفينته لتدمير الوحوش، بينما لم يفهم فرانكلين لماذا لم يوجه إليه أي طلقة رغم أنه قادر. فجأة ظهر راي بجانبه وقال لدي حساب قديم معك. في تلك اللحظة رأى روك هوغو ينطلق نحو حصن فرانكلين. نعود قليلا قبل ذلك، إذ طلب راي من أخيه أن يوفر له الوقت للوصول إلى فرانكلين. أجابه الشو بصفة أخاك الأكبر، اعتبر الأمر تم بنجاح. وصل راي إلى فرانكلين وسأله بالنسبة لك من هما الإن بي سي؟ ضحك فرانكلين بجنون. أي شخص يظن أن هذه مجرد لعبة فهو أحمق. لو لم يخبرني النظام لما صدقت. ربما هذا عالم موازٍ حقيقي، وحتى لو كان هؤلاء الناس مجرد ذكاء اصطناعي مطور سأفعل الشيء ذاته. في الواقع إن امتلكت نفس القوة سأسحق أي شخص في طريقي. فجاء بدأ شو يقصف حصن فرانكلين. اختفت الأميرة على حين غرة لتبين أن من أخذها هي ماري قاتلة المتفوقين. هجم راي على فرانكلين، لكن في اللحظة الأخيرة تدخل هوغو وأبعده قائلا لن أسمح لك بأذية أختي أبدا. توقف الاثنان وتبادلا نظرات مليئة بالعداء. طلب راي من نيمسيس أن عليهم أن يقاتلوا بكل قوتهم. قال هوغو لن أدعك تمسها. انطلق في مواجهة مصيرية وقطع بدوره الذراع راي، ومع ذلك أمسك راي السيف بفمه وقفز داخل الآلة مستعملا تقنية الانتقام الملكية. مات هوغو بعدها
ينتقل البطل نحو فرانكلين ويوجه له ضربة قاضية. يتمتم فرانكلين بعدها: سننتصر في المرة القادمة. بعد مدة كانت ليليا تعالج راي. استيقظ مبتسما وقال لها شكرا، إنها اعتذرت آسفة: لا أستطيع علاج ذراعي. ضحك راي: لا بأس. تمسك السيف بفمه. احمر وجه نيمسيس خجلا لأنها تظن أنها عبارة عن قبلة. مرت فترة زمنية قليلة. اجتمع ملك الدمار وفيجار وشونيو في مقهى يتحدثون عن المعركة، عن سبب تواجد ملك الوحوش والساحر الملقب بقدم الأرض. يؤكد أن ملك الوحوش هو أحد أقوى 3 أشخاص في اللعبة. سألوا شو: هل قاتلت أحدهم؟ أجاب: نعم، قاتلت ساحر الأرض. وانتهينا بالتعادل بعد أن دمرنا دهليزا كاملا. وأيضا لقد نسيت أنني لم أقابله. في مشهد آخر نرى الساحر يقول مبتسما: قد نسيت أنني لم أراه. انتقل المشهد إلى هوغو وفرانكلين. أخبروا فرانكلين: أنت مطرود. ثم اكتشفنا أن فرانكلين في الحقيقة هي أخت هوغو. قالت له: اذهب عش حياتك، وإن أردت العودة فأنا هنا، وأيضا خذ هذه هي هدية عيد ميلادك. بكت الفتاة بشدة بينما تشكر أختها: شكرا لك أختي. خرجت بعدها كيوكو وقالت لهوغو: تعابيرك أصبحت أفضل الآن. بعد مدة نرى فرانكلين لوحده. ضحك بخبث وقال: استعد يا راي ستارلينج، فالمرة القادمة ستكون مختلفة. أخيرا ننتقل إلى ليليا مع القائد. أخبرها أن الأميرة هربت، لنراها لاحقا في حلبة القتال، حيث البطل وماريا يتواجهان في قتال جديد. بينما يشاهد الجميع الأميرة، الأخ شو، فيجارو، وأخيرا روك ورفيقته. وبهكذا تختتم حكايتنا الأسطورية، على أمل أن نبدأ حكاية أخرى قريبا. انتظرونا فقط وشجعونا، نحن هنا من أجلكم وأنتم هنا من أجلنا. وشكرا لكم، ومتابعة للحلقات القادمة. تحية طيبة وداعا.